السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. وفيديو النهارده هنعمل تحلية حلوة كده مع بعضينا، سهلة وسريعة وبسيطة جدا، وهتنفعنا كمان ان شاء الله في رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب. النهارده ان شاء الله معايا المقادير بتاعتنا. وقبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو عايزه لايكاتكم وكومنتاتكم اللي بتبسطني وبتساعدني. وعايزه اقول لكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واللي اول مره يشوف قناتي يشرفني وجوده عندي، ويدوس على كلمه الكل علشان خاطر يفعل الجرس عشان يوصلوا اشعار بكل فيديو اعمله عندي في القناه. يلا نبدا على بركه الله ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 2 كوبايتين من اللي هما المعيارين ونخليهم. دقيق ابيض عادي طحين، وعندي نص كوبايه دقيق سميد اللي هو الناعم بتاع البسبوسه، بس غير مضاف عليه اي حاجه، ده من عند العطار اللي هو الدقيق الساده اهو. هنفضي كده وهنجيب معلقه مع بعضينا. يفضل بقى ان انا هشتغل بمعلقه خشب معايا. هقلب كده المكونات وهحط ذرة ملح صغيرة. هنقلب بقى المواد الجافة كده كلها مع بعضيها. خلاص كده، محطيتش ولا بيكنج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة، هي بس على كده اهوت. هنيجي هنا اهوت معايا بقى كوبايتين من نفس المج المعياري اللي انا حطيتهم، كوبايتين ونص مية، وهحط عليهم ربع كوباية زيت. تمام كده. دي كده بس كل مقاديرنا اللي احنا هنعملها. هنيجي بقى هنا ادير لكم الكاميرا عشان خاطر نشتغل على البوتاجاز مع بعضينا. هنشوف بقى كده ايه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هرفع بقى الميه والزيت على النار، واول ما هيغلوا هنشتغل. هفصل الكاميرا واول ما تغلي هنشوف هنعمل ايه علشان خاطر ما يطولش الفيديو عليكم. بصوا كده حبايبي، انا حطيت هنا، معلش انا اسفه عشان نسيت، معلقه سكر زي ما انتم شايفين انا لسه حاطاها اهي. واللي عنده عسل يحط عسل مفيش اي مشكله. هنا اول بقى ما الميه هتغلي هروح منزله كل كميه الدقيق على طول، مش هستنى اي حاجه، وهقلب. ويستحسن بقى بمعلقه خشب. هطفي النار شويه عقبال ما اقلب. اجمع كل السوائل هدخلها في قلب الدقيق زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا. اخلص بس جمع الدقيق. هولع بقى البوتاجاز تاني هنا، وهفضل بقى اقلب فيها اهي، هفتخها كده واقلب لحد لما تتكون معايا كلها كده ايه حاجه واحده.
هنتدير بقى كده بعد ما بردت. هروح جايه وهعجن بقى فيها كده بايدي، هي لسه برضو سخنه. بصوا زي كده بكف ايدي كده هفضل اعجن فيها، بدخ كده فيها كده بكف ايدي كده. كل ما هتعجني كده وتلمي تاني عشان تخدمي بس ايه العجينه. معلش سامحوني اصلها سخنه ملهلبه لسه، انا سبتهاش لسه بردت قوي. لا بصوا انا خدتها على الرخامه كده، بصوا زيها زي اي عجينه علشان خاطر تبرد كمان. ارجع كده الم فيها وافرد خلاص زي ما احنا شايفين كده العجينه معانا. بصوا العجينه هسيبها بقى تريح كده شويه وهنشوف هنعمل ايه مع بعضينا تاني. هتسيبها تريح وهنشوف هنعمل ايه مع بعضينا. وكده خلاص انا اخدت اهوت، هاخد قطعه وهلفها كده وهجيب معايا كيس الحلواني او الكيس اللي هو زي ده، يستحسن ان هو ده عشان يستحمل، لان العجينه بصوا هي قدامكم طريه لكن وهي بتنزل صعبه شويه. وهنجيب البلبله او التيوب اللي هو بتاع بلح الشام اهو، هنيجي كده اهوت اهو. ولو في واحد تاني بس انا اللي عندي صغير مش كبير هوريهولكوا برضو اهو، شايفين اهو عشان يبلكوا كده بس ايه اهو، عندكوا ده يا ده اهو. خلاص اي واحد اشتغلي بيه. هنجيب بقى هنا اهوت معايا اي حاجه هنزل فيها كده، هنسمي الله. واسهل طريقه طبعا ان انا مش هاخد العجينه كلها اهو، بصوا هعمل زي قمع البيجيفور هتنزل معاكم بسهوله اهو. كل شويه اهو بصوا هاخدها بقى كده المقاس اللي انا عايزاه وهرجع تاني اهو هفرده وانزل برضو العجينه كده. هاخد برضو حته عجينه اهي وهعملها زي قمع البيجيفور. انا حابه اعمله كده اهوت ايه طويل. خلاص هنوريها لكم بقى دلوقتي. لكن لو انت اتكيتي كده اهوت جامد عليها هتبقى جامده قوي عليكي. بصي يعني بصعوبه بقى والكيس هيتفك منك وهتبقى حوسه. فاحنا ايه هنتك عليها كده اهوت اهو زي قمع البيجيفور. بس المهم ان احنا نعملها كلها ايه اشكال متساويه. هنزل بس كام واحده كده وانا هكمل الباقي وهوريكم هنسويها ازاي مع بعضينا اهو. بصوا من كتر الجمدان بتاعه بصوا نطر ازاي، برضو ما فيش مشكله اهو. بصوا بقى كده سهل ازاي. اللي عايز يشتغل برضو من غير كيس اهو ما فيهاش اي حاجه، لان العجينه مظبوطه وبسم الله ما شاء الله عليها تبارك الرحمن اهي. بصوا ومتماسكه وحلوه قوي زي البيجيفور بالظبط واحلى كمان اهو. العجينه طبعا مساعده الواحد ان احنا ايه ننزلها بكل سلاسه اهي. لكن صدقوني القمع ده بيتعب، الكيس ده بيتعب جدا اهو. بصوا بقى هاجي هنا اهوت
هروح جايه هنا بصوا هعدلها بقى كده، اديها البومبي كده ايه عشان يبقى كلها شكل واحد. وطبعا هخلي المقاسات كلها زي بعضيها اهي. وهنا برضو هعملها بومبي كده من تحت كده هعدلها، وده اللي هو المعوج ده هعدله اهو. وهنا برضو هسويها من غير ما تبلي ايدك ميه ولا اي حاجه، هي بسم الله ما شاء الله عليها العجينه طاية معايا وجميلة اهي، لان المقادير مظبوطة اهو. وهنا برضو بصوا، وهنا اهي برضو هعدلها كده من تحت اهي، وهعدلها. هكمل بقى الكمية وهرجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني مع بعضينا. وده كده حبايبي بعد ما نزلت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده اهوت، ده الكوبايتين ونص اللي احنا عملناهم مع بعضينا. كميه حلوه طبعا جميله جدا لعمايل بلح الشام. زي ما انتم شايفين انا عامله جميع المقاسات. بصوا العجينه انا ريحته طبعا شويه عشان لما اجي اقليه ما يتفركش مني، وعامله فيه مقاسات زي ما احنا شايفين كده اهوت. بصوا يلا بقى هنحضر. بصوا الصغيره دي يعني كل واحد اللي عايز اي مقاس يعمله، دي على قد البق. عبال ما احضر المقلايه او الطاسه اللي انا هقلي فيها هحضر نفسي. طبعا انا هنا عامله شربات تقيل بارد بصوا عشان خاطر ما يطراش مني اهو. ده الشربات اهو، هفضيه بقى في حاجه عشان خاطر ايه يطلع من السخن على طول على الشربات البارد عبال ما احضر وهنقله مع بعض. بصوا كده بدأ الزيت اهوت معايا، هنسمي الله بقى وهننزل واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الصغيرة دي هنا، وفي واحدة صغيرة تاني اهي. بصوا رغم ان هو مفهوش بيض خالص ولا حاطه فيه ولا بيضايه، وبصوا عامل ازاي. ده بقى البلح الشام الاقتصادي. رمضان جاي ان شاء الله، يعود علينا وعليكم الايام بخير. اللهم بلغنا رمضان يا رب، هينفعك. في هنا كام واحده صغيره هحطها في الاماكن اللي هي ايه اهي هنا كده. بصوا كده شكله. هطلع بقى على طول في الشربات. صفي كده من الزيت. عايزه اقول لكم ان هو مقرمش وتحفه تحفه كده. سامعين صوته على البوتاجاز. برضو هنا ثانيه بس اجيب اللي وقع ده. هولع تاني. دلوقتي انا حاطاه اهو بس بقلبه في الشباك. كده بقى دلوقتي هحط انا ايه الطبقه التانيه اخر حاجه اهي.
الزيت بس ايه مش عايزينه يبرد، لازم يكون سخن كده قوي معانا. ده كده اللهم بارك الكميه كلها بتاعتي. كميه حلوه طبعا، مش مكلف ولا اي حاجه، وعمايله سهله جدا وبسيطه، ومقاديره في كل بيت وفي متناول الجميع. ممكن لو ما عندكيش دقيق سميد هتحطي بداله نشا، يعني في بدايل ان انت تعمليها. خلاص نخلص بقى ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا كده حبايبي بعد ما انا طلعته كده من الشربات اهو، ده شكله كده بعد الشربات. نخلص بقى ونوريكم كله ايه مره واحده. وده كده اهوت خلاص، ده شكل بلح الشام اللي هو الاقتصادي بعد ما خلص، وزي ما احنا شايفين بالجمال دوت والحلاوه دي. عايزه بس اوريكم واحده كده من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الخرفشه والجمال اهو، بصوا القلب بتاعه، بصوا حلو ازاي. وطبعا بصوا الصوت، بصوا على الرخامه اهو، يعني الصوت بتاعه مقرمش خالص خالص خالص، يعني تبارك الرحمن، يعني ما شاء الله عليه. وطبعا مش مكلف ولا اي حاجه، وما خدش مننا اي وقت ولا اي مجهود زي ما احنا شايفين كده اهو. وارجو ان انتوا تجربوه. وعجبكم الفيديو معلش بدوقه، عايزه لايك وشير وسبسكرايب، واللي اول مره يشوف قناتي يعمل لي شير ويعمل لي سبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد اعمله عندي في القناه. واشوفكم على خير في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.